السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راني جاية وحاطة يدي على قلبي، على خاطر الكلام اللي راني ماشية نقوله اليوم غريب شوية، وبالك أغلبية الناس ما يتقبلوهش مني. مع هذا قررت اليوم نتكلم وبلا أقنعة. علاش؟ على خاطر ولادنا أمانة بين يدينا، خصوصا في مرحلة الطفولة. هادوك الصغار اللي يكونوا لا حول لهم ولا قوة مساكن، كيما نديرو فيهم يسكتوا وما يهدروش ما يناقشوش، وكل واحد فيهم يتربى على حساب القالب اللي نحطوه فيه حنا. بصح يا هل ترى هذا القالب اللي رانا نحطوهم فيه، هل هو قالب رحمة ونبوة ولا قالب قسوة وتفريغ العقد تاعنا؟ بزاف والدين وامهات بالذات يسقسيو ولدي راه متمرد، ولدي راه عنيد، والجواب خلاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة توزن ذهب، وهي لاعبوهم ل7. بصح حنا واسم درنا؟ رضيناها أكلوهم ل7، لبسوهم ل7، ونسينا باللي الروح تجوع قبل الكرش. يا أختي خلينا نحيو هاد الأقنعة. حنا كبرنا بكلمة سكت، اقعد، ما تلمسش، وربينا ولادنا على الطاعة العمياء وحسبناها النجاح. بصح الحقيقة هاد ال7 سنين الأولى هي وقت البناء تاع الملك اللي داخل ولدك. على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاعبوهم، وكيقول لاعبوهم راه يقول خليه يحس باللي هو السيد في المملكة تاعه، خليه يغلط، خليه يكتشف، خليه يحس باللي صوته مسموع. على بالك واسم راه يصرا كي تهبطي عندها الارض وتلعبي مع ولدك 10 دقايق، راكي تبني في خزان تاع الحب. الولد اللي يشبع لعاب مع ماماه وباباه هو الولد اللي غدوة في المراهقة كي يطيح في مشكلة أول واحد يتفكره هو انتي. علاش؟ على خاطر لقاك صحبته كي كان صغير، ودرك راح يلقاك السند تاعه كي يكبر. أخطر حاجة نديروها هي كي نعوضوا وجودنا بتابلات ولا تليفون. الشاشة تمد تسلية بصح تسرق الارتباط. الولد كي يتربى قدام الشاشات يكبر وقلبه فارغ، يحوس يعمره بأي حاجة برا، وبرا راكي عارفة واسم كاين. تخيلي معايا هاد المشهد. أعظم إنسان في الكون، سيد الخلق، راه ساجد لربي، والحسن والحسين يركبوا فوق ظهره، ما نحاهمش، ما زقاش عليهم، ما قالهمش راني نصلي، استنى حتى كملوا لعبهم ورفع من السجود. هاد الرسالة لينا كامل، وتقول اللعب مع الطفل ولا مع الولد كي يكون صغير أولوية حتى في أقدس اللحظات واللي هي الصلاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لقى وقت يلعب فيه مع الدراري، حنا ما هو العذر تاعنا؟ تخمال تاع الدار ولا الخدمة من الصباح للعشية؟ نقول لك حاجة، الدار تتخمل والخدمة تكمل، بصح هاد ال7 سنين إلا مشاو والله ما يوليو، والأثر اللي تخليه في نفسية ولدك راح تبقى معاه للنهار اللي يولي فيه هو أب. يا أختي الموضوع ماشي محتاج ميزانية، محتاج قلب حاضر، وكيفاش تلعبي بذكاء وتكوني عندك حلول عملية تمشي عليها. درك نعطيك بعض الحلول إن شاء الله تكون البداية باش تمشي عليها وتطوريها مع الوقت. أول حاجة قانون 15 دقيقة، وهو وقت مقدس بلا تليفون، تكوني معاهم هذيك الطفلة، تضحكي تمرغي معاهم في الارض. هذيك الضحكة هي اللي راح تداوي كامل الجروح تاعهم كي يكبروا. الحاجة الثانية، لعبي معاهم الأدوار، لعبات تاع الأدوار، علميهم القيم باللعب. هذاك الطفل اللي يحشم لعبي معاه الدور تاع البطل. نمدلك أمثلة واقعية بالك تقرب لك المشهد شوية شوية. مثلا ولدك راه يبني مكعبات، ودان سولكو طاحوا، كل شيء طاح له، كل شيء تهرس، وبدا يبكي ويزقي.
الحل اللي حنا كامل كأمهات نديروه هو تمشي تسكتيه وتقولي له صاي صاي صاي، دوك من بعد نعاود نبنيهم لك ايا صاي، ولا تقعدي وتبنيهم له وصاي. هنا واسم راحنا نعلموه، رانا نعلموه الاتكاليه، يولي معجاز ويتكل عليك في كل شيء. الحل نتاع بلا اقنعه هو انك تهبطي عنده الارض، قولي له بضحكه البرج طاح، معليش، هذه هي المغامره، اجي نبنيوه مره اخرى، ويكون متين خير من المره الاولى. الهدف هنا واسم هو باللعاب راكي تعلميه باللي الفشل هو الخطوه الاولى للنجاح. الولد اللي يتعلم يلم العابه ويعاود يبنيها وهو يضحك، غدوه في الدنيا كي تطيح بيه ما يتكسرش، يعرف كيفاش ينوض ويواجه. المثال الثاني نغرسو فيه القيم بالالعاب. مثلا باغيه تعلميه الصدق والامانه، بصح الهضره بزاف تكرهه، الوغ لعبي معاه لعبه الحانوت، انتي الزبونه وهو التاجر، روحي شري عليه وديري سيناريو قصير. مثلا صباح الخير عمي التاجر، شحال هاد التفاحه؟ خليه يتفاعل وبعد شري عليه، عطيه الدراهم، شوفي لا رد مليح لا ما يردلكش نيشان، ومن بعد الا شتيه رد لك الدراهم نيشان شكريه. قول له انت يا تاجر امين ماشي خاين، ان شاء الله ربي يبارك لك في رزقك. الهدف هنا واسم هو ولا القيمه اللي دخلت لقلبه بالتجربه واسم هي باللي راكي تعلميه الصفا، النيه، الصدق، بالصح بالتجربه، ماشي بمحاضره طويله عريضه. وهاد اللحظه اللي راحنا نهضروا عليها يعقل عليها كامل حياته، خير من 1000 نصيحه تنصحيها له. نزيد لك غير مثال وخلاص. المثال الثالث هي كي تكونوا تجري معه في كولوار ولا برا، تخرجوا تحوسوا ولا في الطبيعه ولا راكي تجري مع ولدك، ما تخليش دايما يربح، خاطر احنا لافاط اللي نديروها دايما كيجريو مع ولادنا هما يربحوا ويربحت. لا، مره هو يربح ومره انت يربحي، وخليه كي تربحي يجي يهنيك يقول لك بصحتك ماما، وهو تاينك كي يربح هنيه. علاش؟ هكذا راكي تعلميه باللي الدنيا ربح وخساره، وباللي قيمته ما تنقصش كي يخسر. هكذا تزرعي فيه الروح الرياضيه اللي تخليه انسان متوازن، يحترم القوانين، يحترم مجهودات الناس المنافسه ليه في المستقبل. وفي التالي بغيت نسقسيك سؤال يوجع شويه، بصح لازم نجاوبوا عليه وبلا اقنعه توجور. غدوه كي هاد الصغار مساكن اللي راهم بين يديك اليوم يكبروا، اسكو راح يترحموا عليك ولا على هذيك اليامات ويقولوا ماما كانت هي الامان، كانت هي الضحكه اللي خلاتنا نشبعوا حب ونواجهوا الدنيا بقلب حديد؟ ولا راح يكبروا هما يحملوا ندابات كبيره في قلوبهم وخوف وعقد نفسيه، ويقولوا بوجع كبير ماما كسرتنا وما سمعتلناش؟ وشحال راهم ناس هكذا. يا اختي نصيحه من اخت لاختها، هاد 7 سنين الاولى هي صك الامان، الا ضيعتيه بالزقا والاهمال وبحجه راني عيانه والله ما تعوضه كنوز الدنيا. اللعب معاهم اليوم هو اللي راح يخليك تأدبيهم وهما باغيين يرضيوك، ماشي وهما خايفين منك. بصح واسم راح يصرى الا فاتوا هاد 7 سنين ودخلنا المرحله الصعبه، المرحله اللي لازم فيها الحزم بلا قسوه والادب بلا تكسير. هذيك هي الحكايه اللي راح نحكيو عليها في الفيديو الجاي، وأدبوهم ل70، كيفاش نربيو الرجله والحرمه بلا ما نخسروا قلوبهم. حضري روحك يا اختي، على خاطر راح نزيدو نحيو اقنعه بزاف وتوجع بزاف في الحلقه الجايه. تهلاو في رواحكم وفي هادوك الملوك الصغار اللي بين يديكم، ونتلاقاو في ساعه الخير.
ما تنساونيش من الاعجاب والبارطاج والاشتراك الا عجبكم المحتوى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.